طريقة بسيطة هتخليك تحفظ صور أكتر من القرآن، وهتخلي صلاتك في حتة تانية خالص. بدل ما تصلي وعقلك مشغول في أي حاجة تافهة، هتلاقي نفسك مركز أكتر من أي وقت تاني. والطريقة دي هتخليك تحفظ صور أكتر، وبجد حلاوتها في بساطتها. الفكرة دي أخدتها من أمي الأجنبية اللي أسلمت، هي اللي علمتها لي، بسببها حفظت صور كتير جدا من القرآن. ربنا يجازيها كل خير ويثبتها. فاكر الصور والآيات اللي درستها في المدرسة زمان عشان نحطهم في الامتحان وخلاص؟ وأنت بتقرا القرآن كده هتلاقي نفسك بتقولهم بسلاسة، ده لأن عقلك الباطن لسه فاكرهم. طب ليه ما نستغلش ده في رمضان وانت بتختم القرآن زي كل سنة؟ الفكرة ببساطة، ركز على الآيات اللي حاسس انك فاكرها جزئيا، اكتب ارقام الآيات او السور في ورقة، دور عليها على النت واطبعها، علقها على الحيطة اللي قدامك وانت بتصلي، عيد قرايتها في كل صلاة، ووعد مني في خلال 3 ايام بس هتكون حفظتها بدون اي مجهود. النتيجة صلاتك هتتغير، لانك بدل ما بتكرر نفس الصور اللي حافظها هيكون عندك مخزون جديد تقراه بخشوع وتركيز. هتحس انك اقرب للقرآن وانك بتتقدم في علاقتك بربنا. مع الوقت الطريقة دي هتخليك تحفظ اجزاء كبيرة بسهولة جدا. جربها بنفسك وهتلاقي فرق رهيب. شارك الفكرة مع غيرك وخلي رمضان السنة دي مختلف.